السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية، إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول خطوة في رحلة الدرجة النهائية ال 40 درجة كاملين بإذن الله. طبعا إن شاء الله ال 40 درجة دول سهلين، حاجتين حضرتك هتذاكر باستمرار، وإن شاء الله كل كلمة في المنهج هقولها لك وهنفهمها مع بعض وهنحفظها مع بعض وهنحل وهنطبق عليها. نبدأ بإذن الله أول محاضرة في المنهج في مادة الجغرافيا. أنا هتكلم عن قارات العالم والموقع الجغرافي لقارات العالم. أول حاجة دي خريطة الكرة الأرضية، دي الكرة الأرضية. الكرة الأرضية مش مفرودة زي ما أنت شايفها، الكرة الأرضية بيضاوية الشكل أو كروية الشكل، بس ما ينفعش أرسمها لك على السبورة بالمنظر ده، فعلماء الجغرافيا رسموها بالمنظر ده. الكرة الأرضية كلها، الأرض اللي احنا عايشين عليها مية وأرض، كل الكرة الأرضية مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع. 510 مليون كيلومتر مربع. الكرة الأرضية عبارة عن إيه؟ ماء ويابس. تاني، مية وأرض اسمهم إيه؟ ماء ويابس. يبقى مية وأرض، الأرض اسمها يابس والماء. المية أكتر ولا الأرض؟ قال لي لا، المية. المية قد إيه؟ قال لي 70.7 من مساحة الكرة الأرضية. طب واليابس يعني الأرض؟ قال لي 29.3. يبقى المية والأرض الاتنين هما الكرة الأرضية. المية أكتر ولا اليابس؟ قال لي المية. المية هلاقيها فين؟ قال لي المية ممكن ألاقيها في المحيطات، محيط، أو البحار، بحر، أو الأنهار، نهر النيل، نهر دجلة والفرات، الأنهار، أو الخليجان، خليج زي خليج العربي خدناه في تانية إعدادي، أو خليج العقبة، أو خليج السويس، دي اسمها خليجان. يعني إيه خليج؟ خليج يعني حضرتك المية كده داخلة جوه الأرض، حضرتك دي مية ودي مية، ده اسمه خليج، يعني المية داخلة جوه الأرض. يا إما بحيرات، كلمة بحيرة يعني بحر صغير، تصغير كلمة بحر يعني أصغر من البحر. يبقى المية موجودة فين؟ محيطات، بحار، بحيرات، أنهار، خلجان. محيطات، بحار، بحيرات، أنهار، خلجان. طب اليابس؟ اليابس يعني الأرض، يا إما قارات يا إما جزر. قارة يعني إيه؟ يعني أرض كبيرة مليانة دول، مساحة كبيرة من اليابس بها عدة دول، زي قارة آسيا فيها اليابان والصين والهند والسعودية وسوريا وروسيا واندونيسيا وباكستان وافغانستان، دول كتيرة قوي جوه قارة اسمها قارة افريقيا. طب يا اما جزر، جزيرة يعني ارض جوه المية، ارض يحيط بها المياه من جميع الجهات، ارض جوه المية دي اسمها جزيرة، زي اليابان، الفلبين، اندونيسيا، مدغشقر، بريطانيا، اي ارض جوه المية اسمها جزيرة. يبقى اليابس موجود يا اما قارات يا اما جزر. نبدأ بالقارات. اكبر قارة آسيا، أصغر قارة استراليا. قارة يعني أرض كبيرة فيها كذا دولة. طيب عدد قارات العالم قال لي 7: آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. يبقى آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. القارة دي تلج، القارة دي تلج، حتى على الخريطة تلاقيها بيضة، اسمها القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. دي قارة تلج في آخر الكرة الأرضية، في جنوب الكرة الأرضية. القارة الأخيرة اللي هي أصغر قارة استراليا. يبقى نعيد مع بعض كده، عدد قارات العالم 7. يا ريت تردد معايا، ردد معايا. عدد قارات العالم 7، قارات العالم 7: آسيا، أفريقيا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، قطبية جنوبية أنتاركتيكا، استراليا. قارات العالم: آسيا، أفريقيا، أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، قطبية جنوبية أنتاركتيكا، استراليا. ادي ال7 قارات. اكبر قاره اسيا، اصغر قاره استراليا. طيب المحيطات، المحيط ده يعني ميه كتيره قوي، ميه كبيره قوي. عدد محيطات العالم 5، 5 ما تنساهاش. اول محيط اسمه المحيط الهادي،
الهادي. مستر انا اسمع ان المحيط الهادي 1 وانت رسمته 2، حضرتك الكرة الارضية مدورة، ده المحيط الهادي وده المحيط الهادي، ده بيكمل ده. يعني لو انا خدت مركب من هنا ومشيت كده هلاقي نفسي جاي من هنا. مش فاهم تاني. ادي الكرة الارضية يا حبيبي، ادي الكرة الارضية، ادي المحيط الهادي، ادي المحيط الهادي. ينفع ارسم لك الكرة الارضية مدورة ولا لازم افردها؟ تمام. ادي المحيط الهادي اهو اهو، ايديا اهي. فالعلماء عملوا ايه؟ قال لك احنا هنقسم المحيط الهادي ونفتح ايدينا، هلاقي المحيط الهادي في الشرق وفي الغرب، هو محيط هادي 1. ادي المحيط الهادي، ادي المحيط الهادي. العلماء قسموا المحيط الهادي كده على خريطة، طبعا مش في الحقيقة، قسموا كده وفتحوا. فلما اجي اقول لك ده المحيط الهادي، ادي قارة اسيا وادي قارة استراليا، ادي اسيا وادي استراليا. ماشي في المحيط الهادي كده، ماشي في المحيط الهادي كده، لقيت امريكا الشمالية وادي امريكا الجنوبية. طب رجعت تاني لقيت اسيا. يبقى عندنا كم محيط هادي؟ 1. المحيط ده هتلاقيه بين القارات، بين اوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، اسمه المحيط الاطلنطي. المحيط الثالث اسمه الهندي. المحيط الرابع فوق المية دي اسمه المحيط القطبي الشمالي. ده اسمه المحيط القطبي الجنوبي. ايه يا مستر؟ دي قارة يعني دي أرض اسمها القارة القطبية الجنوبية، ده محيط يعني ده مية اسمه المحيط القطبي الشمالي. يبقى تحت عندي أرض ومية. الأرض اسمها قارة المحيط القطبي، القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. المية اللي فوقيها على طول اللي هي دي اسمها نبدأ نقول. قلنا قارات العالم 7، آسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية قطبية جنوبية أنتاركتيكا واستراليا. محيطات العالم 5، محيطات العالم 5: هادي أطلنطي هندي، هادي أطلنطي هندي. قطب شمالي شاطر، قطب جنوبي، قطب شمالي قطب جنوبي. يبقى محيطات العالم 5: هادي شرق وغرب، أطلنطي في النص، هندي تحت آسيا. محيط القطب الشمالي المحيط القطبي الجنوبي. ادي شكل الكرة الأرضية. هديكم بس معلومة تاني مهمة قوي قوي: خطوط الطول ودوائر العرض طبعا خطوط وهمية. يعني ايه وهمية؟ يعني وانت ماشي في الارض ما بتلاقيش خط الاستواء تتكعبل او تمسحه برجليك، لا. العلماء ما جابوش تباشيره ومشوا على الكرة الارضية قعدوا يخططوا، لا، ده عاملينها على الخريطة بس خطوط وهمية. خط الاستواء ده بيعمل ايه؟ قال لي بيقسم الكرة الارضية نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي، ده خط الاستواء. فلما اجي اقول لك النصف الشمالي من الكرة الارضية يعني اللي فوق خط الاستواء، النصف الجنوبي من الكرة الارضية يعني اللي تحت خط الاستواء. لما اجي اقول لك الارض يعني اليابس اكتر في الشمال ولا في الجنوب؟ اسيا اوروبا كلها امريكا الشمالية كلها، لا لا لا، ده اليابس موجود اكتر في النصف الشمالي. طب المية موجود اكتر في النصف الجنوبي، يبقى الماء موجودة اكتر في النصف الجنوبي، اليابس موجود اكتر في النصف الشمالي. دائرة عرض الاستواء بتعدي على الجزر بتاعت قارة اسيا، دي جزر قارة اسيا، بتعدي على قارة افريقيا، بتعدي على قارة امريكا الجنوبية. اعلمها ان هي بتعدي على جزر اسيا، مهمة قوي. في دائرة تحت اسمه مدار الجدي، هعلمه باستراليا، دي الدائرة اللي بتعدي على قارة استراليا، عشان لو ما جابليش الاستواء وجاب لي واحد بس هعلمه. لقيته استراليا اقول له الجدي. طيب في واحد تالت اسمه مدار السرطان، اعلمه بمصر، بيعدي على مصر، بيعدي على امريكا الشمالية، بيعدي على اسيا. اخر خط مهم ده اسمه خط جرينتش، ده خط من خطوط الطول. اصل العلماء مسكوا الكرة الارضية وقعدوا يرسموا في خطوط بالطول اسمها خطوط الطول، وقعدوا يرسموا خطوط بالعرض او دوائر بالعرض اسمها دوائر العرض. ادي الموقع للكرة الارضية. عندي 3 تعريفات وحفظ، وان شاء الله باذن الله يجي لكم 1 أو 2 الترم ده.
باذن الله، لان هم كلهم تعريفات قليله. الدرس ده لوحده فيه 3 تعريفات. اول تعريف بيقول لي الموقع الفلكي. يعني ايه موقع فلكي؟ قال لي مش انت لسه قايل ان العلماء قسموا الكره الارضيه خطوط طول ودوائر عرض؟ اهي ادي الكره الارضيه. العلماء مسكوا الكره الارضيه دميه زي كده وقسموها خطوط بالطول ودوائر عرض، دائره عرض زي دائره الاستواء. ده اسمه الموقع الفلكي، موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. خلصت. فهمتها حفظتها؟ هي لازم تحفظها ولازم تفهمها. ما فهمتهاش احفظها. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. موقع فلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب الموقع الجغرافي يعني جيران. عندي ايه في الشرق؟ عندي ايه في الشرق عشان انا عكسكم. عندي ايه في الشرق، عندي ايه في الغرب، عندي ايه في الشمال، عندي ايه في الجنوب. ده اسمه موقع جغرافي. يبقى الموقع الجغرافي اقول لك هو موقع المكان بالنسبه للاماكن المجاوره، موقع المكان بالنسبه للاماكن اللي جنبي. يعني ناخد قاره زي قاره اسيا، نعمل كده. لازم اول ما تبدا تذاكر جغرافيا تكون حافظ الاتجاهات: شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب شرق غرب. بتقف قدام الخريطه حطها قدامك، شمال جنوب شرق غرب، لازم تكتبها. طب يا مستر انت قلت لي دي شمال ودي شرق ودي جنوب ودي غرب، طب ديات كده. بص هي في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق، يبقى اقول عليها شمال شرق. ادي الشمال وادي الشرق، هي في الاتجاه ده، ولا في الشمال ولا في الشرق، اقول عليها شمال شرق. طب هي هنا في اتجاه الجنوب، في اتجاه الشرق، يبقى جنوب شرق، شرق جنوب، جنوب شرق. طيب غرب شمال، غرب شمال، اللي في النص اسمه شمال غرب، غرب جنوب، اللي في النص اسمه جنوب غرب. لازم تبقى حافظ الاتجاهات دي. فلما اجي اقول لك الموقع الجغرافي لقاره اسيا، جغرافي يعني جيرانها، هقول له موقع المكان بالنسبه للاماكن المجاوره، محيطات او بحار او قارات او دول. انا جنبي ممكن يكون بحر او محيط او قاره او دوله، يبقى موقع المكان بالنسبه للاماكن المجاوره، الاماكن اللي جنبي. موقع المكان بالنسبه للاماكن المجاوره، محيطات، بحار، بحيرات او دول. ده الموقع الجغرافي. كده تعريفين. التعريف الثالث الدول الجزريه. اليابان، دي اليابان، هي دي دولة ولا جزيرة؟ الاتنين. يعني ايه الاتنين؟ يعني ممكن اقول لك دولة اليابان صح، وممكن اقول لك جزيرة اليابان صح، لكن انا ولا هقول لك دولة ولا هقول لك جزيرة، هقول لك دولة جزرية. يعني ايه بقى دولة جزرية؟ دولة بتتكون من جزيرة او اكتر او جزء من جزيرة، حتة من جزيرة. يبقى الدولة الجزرية لازم تكون جزيرة. يبقى دولة تتكون من جزيرة أو أكتر أو جزء من جزيرة أسميها دولة جزرية. كده احنا خدنا 3 مصطلحات: موقع فلكي، موقع جغرافي، دول جزرية. تتحفظ. موقع فلكي موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة للأماكن المجاورة، محيطات أو بحار أو قارات أو دول. الدول الجزرية دولة تتكون من جزيرة أو أكتر أو جزء من جزيرة. دولة تتكون من جزيرة أو عدة جزر أو جزء من جزيرة اسمها دولة جزرية. آدي ال3 مصطلحات بتاعنا. نبدأ بقى نخش على قارة آسيا. يلا بينا بسرعة كده بقى، نعيد تاني بسرعة قوي عشان نبدأ على قارة آسيا. مساحة الكرة الأرضية 510 مليون كيلومتر مربع، عبارة عن ماء ويابس. المية أكتر ولا اليابس؟ قال لي المية 70.7، اليابس 29.3. المية يعني إيه؟ يا إما محيط يا إما بحر يا إما بحيرة يا إما نهر يا إما خليج. طيب اليابس يا إما قارة يا إما جزيرة. طيب عدد القارات اللي في العالم قال لي 7. آسيا أكبر قارة، أفريقيا أوروبا، آسيا أفريقيا أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، استراليا.
استراليا دي أصغر قارة. طيب عدد المحيطات 5. هادي أكبر محيط، أطلنطي وهندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. القطب الشمالي أصغر محيط الاستواء. طيب آسيا حواليها حاجة اسمها شبه جزيرة. يعني إيه شبه جزيرة؟ يعني ما حصلتش جزيرة، يعني جزيرة بتستعبط. يعني إيه بتستعبط؟ قال لي يعني الجزيرة عبارة عن أرض جوه المية. أما شبه الجزيرة أرض بيحيط بيها المية من 3 جهات بس. المنطقة الرابعة أرض زيها، فأقول لك الحتة دي اسمها شبه جزيرة. تاني، شايفين الخط ده؟ دي اسمها شبه جزيرة الملايو. ليه؟ أصل هنا مستر مية واحد، وهنا مستر مية، وهنا مستر مية، لكن هنا أرض، بقيت قارة آسيا. أقوم أنا واخد الدايرة دي وأقول لك شبه جزيرة، ما كملتش جزيرة. طيب في حاجة زي هنا شبه الجزيرة العربية. ادي الخليج العربي، وادي البحر العربي، وادي البحر الأحمر. دي اسمها شبه جزيرة. شبه الجزيرة العربية مية 2 3، لكن الرابع أرض. دي اسمها شبه الجزيرة العربية. وبكده يبقى خلصنا قارة آسيا. يبقى سريع على قارة آسيا تاني بسرعة كده. قارة آسيا الموقع الفلكي، الأرقام دي مش حفظ. طيب الموقع الجغرافي لا مهم أوي. الموقع الجغرافي قلنا يعني جيرانها. طب أدي قارة آسيا، هطلع في الشمال هلاقي محيط اسمه المحيط القطبي الشمالي. همشي في اتجاه الشرق لقيت محيط اسمه المحيط الهادي. نزلت في الجنوب لقيت محيط اسمه المحيط الهندي. مشيت في اتجاه الغرب لقيت قارة أوروبا، قارة أفريقيا والبحر المتوسط. قارة أوروبا، قارة أفريقيا والبحر المتوسط. بين قارة أوروبا وبين قارة آسيا جبل اسمها جبال أورال. جبال أورال دي بتفصل لي آسيا عن أفريقيا. بين قارة آسيا عن أوروبا، بين قارة آسيا وقارة أفريقيا بحر اسمه البحر الأحمر. يبقى البحر الأحمر بيفصل لي آسيا عن أفريقيا. ادي شبه جزيرة سيناء هي اللي بتوصل آسيا بأفريقيا. طيب فيها جزر زي اليابان، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا اللي على خط الاستواء. ادي قارة آسيا. قارة آسيا فيها اكبر بحر مغلق. قلنا بحر مغلق يعني ما ينفعش اخرج منه بمركب على المحيط، لان البحر ده جوه الارض، اسمه بحر قزوين، اكبر بحر مغلق في العالم. قارة آسيا فيها شبه جزر زي دي شبه جزيرة الملايو، مية 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 أرض. يبقى المية من 3 اتجاهات أقول عليها شبه جزيرة. لو المية من كل الاتجاهات أقول عليها جزيرة. أو شبه الجزيرة العربية، مية مية مية، بحر عربي، خليج العربي، البحر الأحمر، أقول عليها شبه الجزيرة العربية. قارة أفريقيا لما أجي أقول لك أنا عايزك بس تبقى فاهمها، لكن الأرقام ما تحفظهاش. يعني إيه موقع فلكي؟ بيقول لي من 37.5 شمالا لغاية 34.5 جنوبا. يعني إيه؟ يعني ده حضرتك خط الاستواء أو دائرة عرض الاستواء. العلماء رسموا لنا دوائر عرض في الجنوب ودوائر عرض في الشمال. أنا طلعت في الشمال سميت دائرة الاستواء دي 0، وأبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية آخر حتة في آسيا في أفريقيا هي دي. ده لقيته رقم كام؟ قال لي 37.5 في الشمال. يبقى فوق آسيا، فوق أفريقيا، فوق خط الاستواء كم خط أو كم دايرة؟ 37.5. طيب هنزل تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية ده آخر حتة في أفريقيا. ده لقيته رقم كام؟ قال لي 34.5. يبقى بتبدأ من 37.5 في الشمال لغاية 34.5 في الجنوب. الأرقام دي مش حفظ. طيب ده خط طول جرينتش. أكيد هنا الخطوط أقل من هنا. طب نشوف كده هنلاقي هنا 1 2 3 4 لغاية 17. يبقى 17 في الغرب. ده هنا أطول. الرقم ده هتلاقيه كام؟ قال لك هتلاقيه 51 خط. يبقى بتبدأ من 17 في الغرب لغاية 51 في الشرق. ما تحفظش الأرقام بس تبقى فاهم. يبقى أفريقيا نصها في الشمال ونصها في الجنوب. نخش بقى على الموقع الجغرافي ودي اللي مهمة. قارة أفريقيا ليها 3 اتجاهات. هي قريبة من المنظر ده.
المنظر ده ليه شمال، ليه شرق، ليه غرب، ملوش جنوب. يبقى هي ليها 3 اتجاهات، شمال شرق غرب. انا طلعت في شمال اسيا، طلعت في الشمال، وانا طالع في الشمال لقيت بحر اسمه البحر المتوسط، فوقيها قاره اسمها قاره اوروبا. يبقى البحر المتوسط بيفصل افريقيا عن اوروبا. يبقى شمال افريقيا بحر متوسط، اعدي البحر الاقي قاره اوروبا. يعني لو ما فيش البحر المتوسط هلاقي نفسي في اوروبا. يبقى البحر المتوسط ده اللي بيفصل لي اوروبا عن افريقيا. يعني لو خدت مركب من مصر هنا ممكن اطلع تركيا او اليونان او ايطاليا او فرنسا. لو طلعت من ليبيا كده هلاقي نفسي في اوروبا. لو طلعت من المغرب كده 5 دقايق الاقي نفسي في اسبانيا. يبقى اللي بيفصل اوروبا عن افريقيا البحر المتوسط في الشمال. طب انا هتجه لاتجاه، ايوه، الغرب. مشيت في الغرب لقيت محيط اسمه المحيط الاطلنطي. طيب نيجي بقى على الشرق. الشرق لقيت حاجتين، ده محيط اسمه المحيط الهندي، وده بحر اسمه البحر الاحمر. البحر الاحمر لسه بقول لك بيفصل اسيا عن افريقيا. المره دي هقول لك بيفصل افريقيا عن اسيا. هي يبقى شرق افريقيا البحر الاحمر والمحيط الهندي. طيب معلومتين صغيرين وبخلص لك افريقيا، سهله قوي. فيها جزيرتين، جزيره كبيره اسمها مدغشقر، وجزيره صغيره شبه على اسم، ايوه، جزر القمر. الله عليك، جزر القمر. يبقى فيها كام جزيره؟ 2، جزيره مدغشقر وجزر القمر. خدناها في تانية اعدادي. جزر القمر دوله عربيه او جزيره عربيه او دوله جزريه. مدغشقر دوله جزريه. يبقى افريقيا فيها جزر قليله 2، الكبيره مدغشقر والتانية القمر، بنقول عليها جزر القمر. طيب اخر حاجه فيها دوله كيوت قوي، اموره قوي، مامي. مصر، مش مصر يا امي؟ مامي ماي ماذر ساكنه فين؟ في شمال شرق افريقيا. شفت بقول لك ده الشمال وده الشرق اهو. ماما ساكنه هنا. مصر اجمل دوله في العالم، ام الدنيا، ساكنه فين؟ في شمال شرق افريقيا. وكده بقى حضرتك خلصت لك قاره افريقيا، ونخش على القاره دائرة عرض الاستواء. ايه ده مستر؟ دي قارة اوروبا كلها فوق. ايوه، ما انا بقول لك بتبدأ من 36 في الشمال لغاية 71 في الشمال. قارة اوروبا كلها شمال الكرة الارضية. تمام؟ خطوط الطول ادي خط جرينتش. خطوط الشرق 66 اخر خط، في الغرب 25 عند غرب قارة أوروبا، عند الجزر اللي في غرب قارة أوروبا، أيسلندا بعد بريطانيا. بريطانيا أيسلندا. نخش بقى الموقع الجغرافي، سهلة قوي قوي أوروبا. يلا بقى مع بعض، شمال جنوب شرق غرب. شمال قارة أوروبا المحيط القطبي الشمالي. شرق قارة أوروبا قارة اسمها آسيا، بينهم جبال أورال. أنا دلوقتي في أوروبا، مشيت في الشرق لقيت جبال أورال، عديت جبال أورال لقيت نفسي في آسيا. طب أنا في آسيا، مشيت في الغرب نفس جبال أورال، هعديها أبقى في أوروبا. آدي جبال أورال بتفصل أوروبا عن آسيا. في الجنوب لقيت بحر اسمه البحر المتوسط، تحتيه قارة اسمها أفريقيا. يبقى البحر المتوسط بيفصل أوروبا عن أفريقيا. في الغرب لقيت المحيط الأطلنطي. قارة أوروبا فيها سؤال، بما تفسر وما النتائج؟ لما يجي لك سؤال بما تفسر، هو عايز يقول لك ليه. بما تفسر يعني ليه. ما النتائج؟ ايه اللي حصل على. تاني لما اجي اقول لك بما تفسر، انا ولعت اللمبه، هتقولي عشان النور قاطع او الدنيا ضلمه. طيب ما النتائج المترتبه على ان انا ولعت اللمبه؟ قلت لي الدنيا نورت. يبقى ما النتائج؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل بسبب الحاجه، الموضوع دوت. هنا قاره اوروبا لما جيت ارسمها لك قعدت اعمل لك كده، غير قاره افريقيا. انا عملت لك كده في قاره افريقيا، ده ساحل، ساحل البحر. قاره اوروبا الساحل معرجه، يعني معوجه، دي اسمها تعرج السواحل. تعرج السواحل دي بيخليني يبقى عندي مواني طبيعيه. كلمه مواني يعني موقف للسفن، زي ما اقول لك المطار، موقف للطيارات، موقف الاتوبيس. السفينه اللي في البحر بتقف ليها موقف بتحمل منه، الموقف ده اسمه مينا، مواني. لما الاقي السواحل معرجه كده الاقي مواني كتيره قوي طبيعيه، مش انا اللي عاملها.
تعرج السواحل بتؤدي لوجود موانئ طبيعيه. فالسؤال هيجي لي على شقين، بما تفسر وجود موانئ طبيعيه. اقول له بسبب تعرج السواحل وكثره الجزر. تعرج السواحل وكثره الجزر من النتائج المترتبه على تعرج السواحل وكثره الجزر ادت الى وجود موانئ طبيعيه. طب بما تفسر ليه موانئ طبيعيه؟ بسبب تعرج السواحل وكثره الجزر. ما النتائج المترتبه على تعرج السواحل وكثره الجزر ادت الى وجود موانئ طبيعيه. وكده خلصت قاره اوروبا، ونخش على القاره اللي بعدها. نخش على قاره امريكا الشماليه. قاره امريكا الشماليه ليها 4 اتجاهات: شمال، شرق، غرب، جنوب شرق. ملهاش جنوب. اهي ليها كده المنظر ده: شمال، ليها شرق، ليها غرب، وليها المنظر ده جنوب شرق. شمال قارة أمريكا الشمالية المحيط القطبي الشمالي. شرق أمريكا الشمالية المحيط الأطلنطي. في الغرب لقيت المحيط الهادي. جنوب الشرق لقيت خليج اسمه خليج المكسيك. قلنا خليج يعني مية داخلة جوه الأرض. وبحر اسمه البحر على اسم السندوتش اللي بتحبوه، مش الكريب، الكاريبي. البحر الكاريبي وخليج المكسيك. بس كده أمريكا الشمالية خلصت. الحاجات دي إن شاء الله ناخدها في المحاضرات. نخش على أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية مستر شبه المثلث. أمريكا الجنوبية شبه المثلث. المثلث ليه كام اتجاه؟ 3: شمال، شرق، غرب. شمال أمريكا الجنوبية بحر اسمه البحر الكاريبي بيفصلها عن قارة أمريكا الشمالية. يبقى البحر الكاريبي بين أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية. في الشرق المحيط الأطلنطي. في الغرب المحيط الهادي. خلصت أمريكا الجنوبية. أستراليا أو القارة الأوكيونيسية. قارة أستراليا أهي شبه الجزيرة، أو هي جزيرة بس احنا نقول أكبر جزيرة وأصغر قارة. احنا هنعتبرها قارة أستراليا. ولما أجي أكلمك عن قارة أستراليا عايز أعرف حدود قارة أستراليا. شمال. يلا نخش على القارة جديدة وهي قارة أستراليا أو القارة الأوكيونيسية. قارة أستراليا بالمنظر ده. قارة أستراليا لو أنا عايز آخد الموقع الجغرافي ليها هقول لك شمال قارة أستراليا بحر اسمه بحر أرافورا. بحر أرافورا. ودي جزر أندونيسيا، يعني دي قارة آسيا. يبقى بحر أرافورا بيفصل جزر أندونيسيا عن قارة أستراليا. يبقى قارة أستراليا بيفصلها في الشمال بحر أرافورا عن جزر أندونيسيا بتاعت قارة آسيا. لو أنا مشيت في اتجاه الشرق لقيت محيط اسمه المحيط الهادي. لو أنا مشيت في اتجاه الغرب وفي الجنوب هلاقي محيط اسمه المحيط الهندي، موجود في الغرب موجود في الجنوب. قارة أستراليا بينتشر حواليها شوية جزر، زي جزر على اسم الجبنة نيوزيلندا. نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية. زي جزيرة هنا دي مهمة شوية اسمها جزيرة تسمانيا. جزيرة تسمانيا. وكده خلصت قارة أستراليا. ونخش على آخر قارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. لما أنا عملت لك كده لقيت الحتة دي بيضة. الحتة دي ليه بيضة؟ أصل دي قارة تلج، قارة متجمدة اسمها قارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية. ساكنة فين؟ في جنوب الكرة الأرضية، آخر الكرة الأرضية. قارة أنتاركتيكا غير مأهولة بالسكان، يعني ما فيهاش سكان. ليه ما فيهاش سكان؟ بما تفسر. ليه؟ بما تفسر قارة أنتاركتيكا لا يوجد بها سكان. أقول له لأنها تقع في جنوب الكرة الأرضية ومتجمدة طوال العام. ما النتائج المترتبة على وقوع قارة أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية في جنوب الكرة الأرضية؟ أصبحت غير مأهولة بالسكان ومتجمدة طوال العام. جابها لي كده أجيب له كده. قال لي بما تفسر ليه ما فيهاش سكان؟ لأنها متجمدة طوال العام وتقع في جنوب الكرة الأرضية. ما النتائج المترتبة على وقوعها في جنوب الكرة الأرضية؟ أصبحت غير مأهولة بالسكان. القارة دي أهي حواليها من كل الاتجاهات محيط اسمه المحيط القطبي الجنوبي. يبقى قارة أرض حواليها مية، المية اللي حواليها من كل الاتجاهات محيط واحد اسمه المحيط القطبي الجنوبي، يعني شمالها المحيط القطبي الجنوبي. طب وفي الجنوب
المحيط القطبي الجنوبي. اما في الشرق وفي الغرب المحيط القطبي الجنوبي. يبقى من كل ناحيه المحيط القطبي الجنوبي غير مأهوله بالسكان، بيروح فيها حاجه اسمها بعثات علميه، يروحوا يدرسوا الحيوانات اللي هناك، يروحوا يدرسوا الارض درجات الحراره ويمشوا، ما بيعيشوش، ما فيش مدرسه واطفال وجامعه ومدرس، لا خالص. هو هناك يروحوا الرحلات العلميه من الدول المتقدمه زي فرنسا، بريطانيا، امريكا، روسيا، يروحوا يصوروا ويرجعوا، يروحوا يصوروا البطريق، يصوروا الفقمه، يصوروا الدب القطبي ويرجعوا. مفيش حد بيعيش هناك، عشان كده غير مأهولة بالسكان لأنها تقع في جنوب الكرة الأرضية. أعزائي الطلبة، إن شاء الله بإذن الله الحصة تكون استفدتوا منها. إن شاء الله المحاضرة الجاية هيبقى فيه واجب وهيبقى فيه امتحان، هنحل مع بعض في الفيديو القادم على الدرس ده. يا ريت تذاكروه كويس وتحفظوه عشان المرة الجاية إن شاء الله هنحل مع بعض على الدرس ده. كده احنا نهينا الدرس الأول، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى أول درس في التاريخ، مصر بين المماليك والدولة العثمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر بدر.